اللحظة المنتظرة، معسكر ال 25 يوم للثانوية العامة. بجد وحشتوني يا جماعة، وحشتني المعسكرات بتاعتنا، وحشتني سهرتنا على جروب التليجرام. بجد كنا في ايام بنطبق لحد الساعة 6 الصبح. بما ان انا عندي فاينل، فالايام الجاية دي انا معاكم كتير قوي. بجد معاكم، يعني بصوا معاكم 24 ساعة، مش هسيبكم. اولا انا عملت المعسكر ده لسببين. السبب الاول ان انا ما اقدرش اسيب اخواتي مضغوطين ومطحونين ومراكمين واكون قاعده ساكته، انا ما اقدرش. ثانيا الطلاب اللي فقدت الامل وعايزه تاجل السنه او عايزه تقسم السنه، فانا جايه اقول لك اوعى تقسم، اوعى تاجل، اوعى. بجد هتندم ندم عمرك. انا كده كده مش هستفيد حاجه سواء انت قسمت او اجلت او كملت او دخلت طب او دخلت اداب او دخلت حقوق او دخلت اي كليه في الحياه. انا مش هستفيد حاجه. مجرد نصيحه، انت عايز تتقبلها، مش عايز تتقبلها، ولكن في وقت، اقسم بالله في وقت. ادام الامتحان مش بكره يبقى ايه؟ يبقى لسه بدري. كلمه مشهوره، يبقى لسه بدري. وعشان كده هنعمل دلوقتي معسكر 25 يوم. المعسكر ده هيكون لعلمي علوم، وعلمي رياضه، والادبي. ولاول مره اعمل حاجه الادبي عشان اخواتي في ادبي عاملين يصحوا لي. انا اسفه والله العظيم، سامحوني يا جماعه، سامحوني. انا كنت علمي علوم، فعشان كده كنت مهتميه بعلمي علوم قوي. بس يعني خلاص هكون معاكم، ما تقلقوش. فالمعسكر ده هيبقى للثلاث شعب. عملت فوت على جروب التليجرام بما ان انا ديمقراطيه جدا، وقلت لكم يا جماعه بتوع علم علوم طبعا عايزين نبدا المنهج من الاخر ولا من الاول؟ قالوا لا يا سلمى عايزين نبدا من الاخر، ولذلك احنا هنبدا في المعسكر بتاعنا بالبيولوجيا والعضويه والحديثه. تمام. بتوع ادبي طبعا لازم تبداوا من الاول لان الفصول مترتبه على بعضها. وبتوع علم الرياضه اكيد لازم تبدا من الاول، يعني مش ينفع ابدا لك من اخر درس، لازم ابدا لك من الاول. كده كده انت في الكيمياء والفيزياء برضه هتبدا معانا في العضويه وفي الحديثه. طيب في المعسكر ده يا سلمى هنخلص المنهج في قد ايه؟ طبعا هنتكلم في 25 يوم، فبديه في 25 يوم. اوكي. تاني حاجه، هناخد كام ماده في اليوم؟ هناخد 3 مواد اساسي معانا. هيبقى يعني حاجه علميه ولغه، يعني ما ينفعش 3 مواد احط لك مواد علميه واحط لك لغات، لا هيبقى في لغه وهيكون كمان في مواد علميه على حسب بقى. ممكن مثلا في يوم احط لك لغتين وماده علميه، احط لك مادتين علميين ولغه، على حسب طبعا الجدول زي ما انا مقسماه. طب هل الجدول هيكون جدول كامل ولا تاسك؟ انا اسهل ان انا ارمي لك الجدول. يعني انت شوف انت بالمخ، هل الاسهل ان انا ارمي لك الجدول وامشي، ولا ان انا كل يوم انزل لك تاسك واتابع معاك؟ انت شايف ايه؟ ونعمل معسكرات مع بعض. يعني انا هنزلك التاسك، اقول لكم يا جماعه ان شاء الله احنا هنبدا التاسك ده من الساعه 6 الصبح، فانت الساعه 6 الصبح هتصحى زي الشاطر كانك عندك درس، وهتقعد معايا من الساعه 6 الصبح لحد ما نحدد احنا هنقفل المعسكر ده الساعه كام. يعني زي مثلا النهارده اول يوم في المعسكر اللي هو باذن الله هيبدا من يوم 5/5. انا كده هنزل لك التاسك قبلها يوم 4/5 اللي هو هنزله لك يوم الاثنين، عشان انت مثلا هتصحى يوم الثلاث الساعه 6 الصبح. هنتفق انا كمان هصحى معاكم، اللي هو ان شاء الله هنصحى الفجر، يعني عشان طبعا الفجر ما يفوتناش. هنصحى نصلي الفجر وهنبدا نذاكر مع بعض لحد الساعه 12 بالليل. اوكي. فالفتره دي احنا هنتعب كتير قوي. انتوا هتتعبوا وانا هتعب علشان نخلص خلاص، يعني كلها كام شهر، يعني هي بطريقه كويسه. الفكر ده يا جماعه على جروب التليجرام، وهيكون برده هنا على اليوتيوب عشان الناس ما عندهمش جروب تليجرام. نزلوه، دوسوا كلمه داونلود هينزل. الدنيا سهله، الدنيا بسيطه، ما تعقدوهاش. نزلوا جروب التليجرام. تمام. علشان المعسكرات مش هينفع تكون على اليوتيوب، فانتوا هتضطروا تنزلوا جروب التليجرام، وهتعملوا طبعا فولو في الجروب عشان تشوفوا المسج اللي انا هنزلها. جيت في النقطه اللي انا مستنياها يا جماعه. الناس اللي بتبعت على الواتساب محدش بيرد عليها، وشغاله تبعت لي 50 نقطه، 50 علامه استفهام، 50 علامه تعجب. والله انا كمان متعجبه زيك، مش انت الوحيد اللي متعجب. والناس اللي دخلت تبعت لي ريكوردات اطول من حياتها. انت مقتنع ان انا هقعد اسمع الريكورد ده؟ لو انت مقتنع، انت ان شاء الله هتجيب 99% لانك انت على نيتك قوي. فلا يا جماعه، انا حاليا ما حدش ماسك الاكاديميه. الواتساب ده اكاديميه مختلف تماما على جروب التليجرام اللي هي مجاني. انتوا ليه بتقولوني كلام انا ما قلتوش؟ انا قلت لك هتدفع ربع جنيه، والله ما اتكلمت، انا ما اتكلمتش. انت مصمم بقى، انت عايز تدفع براحتك، مش هاخد منك حاجه. عايز تدفع روح اتبرع بالفلوس دي يا عم، انا مش عايزه منك حاجه. تمام. المهم يكون على جروب التليجرام مجاني. ايه تاني يا سلمى؟ في بقى كومنت، بحته الكومنت في الجون. سلمى هو انت هتشرحي ال5 مواد؟ احلف كده، احلف ان انا هشرح لك ال5 مواد. عمرك شفت بني ادم في الحياه بيشرح ال5 مواد؟ انا بقى اللي هطلع احقق لك المعجزه دي واشرح لك ال5 مواد. ده اللي هو ازاي؟ تقريبا بتوع التيك توك ما عرفوش يعني معسكر، فهو فاكرني في المعسكر ده ان انا هشرح له ال5 مواد. كمان تفاصيل المعسكر احنا ان شاء الله هيبدا يوم 5/5. هتبقى تاسكات، هتبقى لكل الشعب، هتبقى مجاني، هتبقى على جروب التليجرام، هتبقى بمواعيد معينه. حضرتك هتصحى، مش هسيبك نايم ننا كده علشان تقوم تذاكر معانا. هتبقى ضغط، هتبقى ضغط جدا. تخيل هتلم منك الثانويه العامه كله في 25 يوم، فالموضوع هيبقى صعب. هيبقى صعب. انا مش هقول لك هيبقى سهل، هيبقى صعب. انا متاكده ان انت قدها، متاكده ان انت عايز تعوض كل تاثير السنه ده، وعندك كميه باور وكميه طاقه مش عايزه اقول كميه شغف، عشان لو قلت كميه شغف سلمى ما عنديش شغف. مش مهم الشغف، الشغف ده مجرد احساس حضرتك. هل انت هتعتمد على مستقبلك اللي جاي كله عشان شويه احساس؟ اكيد لا. واكيد مش هتكسفوني زي معسكر ال 35 يوم. اكيد يعني انا متفائله فيكم خير المره دي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان صحابكم المراكمين زيكم يستفيدوا. وبحبكم في الله، وان شاء الله هبقى معاكم لحد ما تخشوا الكليه. وان شاء الله الناس اللي هتبقى معايا في الكليه
هنتصور مع بعض. انا اللي عايزه اصور معاكم، مش انتوا اللي عايزين تصوروا معايا، انا اللي عايزه اصور معاكم. ويا رب اشوفكم كلكم مخلصين المنهج يا رب، ومش بتعيطوا ومش بتصيحوا في الكليه اللي انتوا نفسكم فيها، مش كليه معينه يا رب، اي حد نفسه الكليه ان شاء الله الكليه دي من 1% ربنا يرزقه.